السلام عليكم. هنعمل مخلل علشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين. المخلل ده بالعروش او بالعروق بتاعت الكرنب اللي احنا فرزناه امبارح وحطيناه في الفريزر. معانا عروق الكرنب وبنجر وملح والبرطمان بتاعنا النضيف. ادي مية حطينا عليها حبة شطة، وحطيت عليها 3 معالق ملح كبار، وهقلب. وقبل ما احطها هدوقها، لو عايزه ملح تاني هزود. وانا فعلا زودت كمان بتاع معلقتين. كده الكرنب قطعناه والبنجر قطعته، وهبدأ احط في البرطمان. حاطه حبه تحت زي ما انتوا شايفين، وهحط واحدتين بنجر عليهم، وهحط حبه كمان، وانزل برضو بحتتين من البنجر، وهكذا لحد ما اكمل البرطمان بتاعي كله واملاه زي ما انتوا شايفين كده. واكون ادوب الملح كويس في المية بتاعتي، وابدأ بعد كده احط المية في البرطمان. الكمية دي عملت لي بتاع 3 برطمانات وسط، يعني مش كبار ولا صغيرين، حلوين يعني. بس حلوين بقى كده لرمضان، ورمضان بيحب المخلل والحاجات الحرشة. كل سنة وانتم طيبين. بس عايزاكم بقى يعني بعد كده اللي بنقلب فيها يعني يومين كده، وهفتح عليها واقلبه تاني علشان اللي فوق يجي تحت، وما يبقاش حاجة مش طايلها مية، عشان هو بيعوم فوق وش المية، فلازم اغطسه من وقت للتاني. اتمنى ان وصفتي تعجبكم وتبقى سهلة. وكل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الايام بخير، ورمضان كريم.